بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهاردة الفتة يعني عيد الأضحى. لو أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي فاطمة ودي قناتي، يسعدني اشتراككم فيها. أول حاجة هنحط الحلة على النار فيها مية، والمية أول ما تغلي ننزل فيها بورق لورا وبصل وفصين توم، وبعد كده ننزل بيها عليها باللحمة. بعد ما تغلي بالشكل اللي احنا شايفينه هنهدي عليها النار ونسيبها تستوي على نار هادية. هنجهز الرز بتاع الفتة. معايا حلة فيها معلقة من السمنة البلدي، يفضل تكون سمنة بلدي علشان نحس بريحة وطعم الزمن الجميل الأكلات الحلوة دي يا جماعة. وهقلب الرز كده نغلفه بالمادة الدهنية لحد ما يتغلف كله. أنا أول ما هياخد لون معايا هنزل عليه بالشوربة. اهو انا بحب ان الرز ياخد لون، في ناس بتحب لونه ابيض، طبعا الاكل اذواق. مجرد ما يتغلف كله بالمادة الدهنية هنزل عليه بالشوربة السخنة او المية السخنة. وبفكرك باللايك فضلا وليس امرا، ولسه ما اشتركش في القناة ينورنا بالاشتراك. مجرد ما الرز غلي ههدي من عليه النار. طبعا انتي لو حطاله مية هتحطي له ملح وفلفل. اهو يا جماعة ماشيين في الفيديو بالترتيب خطوة خطوة، والفيديو ده ينفع مع المبتدئين وماشيين بيها بالترتيب. هنا معايا حلة فيها معلقة زبدة او معلقة سمنة بلدي، ويفضل يا جماعة تكون سمنة بلدي علشان يعني نحس بالريحة وبالطعم الجميل. ولو ما فيش يبقى بأي نوع سمنة موجود عندك نشتغل بيه، مش هنقف عند اي حاجة. معايا هنا معلقة كبيرة من الثوم المفروم، نزلت بيها على السمنة وهشوحها. مجرد كده ما تصفر معايا، يعني اول ما احس انها هتبتدي تاخد لون هنزل عليها بفلفلاية حمراء مفرومة. ودي براحتك سواء حامية او باردة، بتديها تطعيمة جميلة جدا جدا. هشوحهم كده مع بعض، وبعد تشويحة كده نزلنا عليهم بربع فنجان خل. والخل مع الثوم يعني ريحة خطيرة، مش عارفة اوصفها لكم ازاي يا جماعة، بس انتوا اكيد مجربين الريحة دي. وهنا نزلت عليها بعصير الطماطم والريحة مفحفحة مالية المطبخ كله. وهنا زودت عليها كبشتين من الشوربة، فحسيت كده انها عايزة تتظبط نكسة ملح، حطيت لها رشة ملح بسيطة ورشة فلفل، وطبعا ربع معلقة صغيرة من السكر علشان نتفادى حموضة الطماطم. انتي لو مزودها بمية برضو هتظبطي الملح بتاعها. اهو ماشيين مع بعض خطوة خطوة. هنا معايا طاسة هحمر فيها قطعتين اللحمة اللي معايا، وهسيبهم على النار كده. وجنبي هحضر العيش اللي احنا هنعمل بيه الفتة. العيش ده يا جماعة عيش شمسي، انا محمصاه من بواقي العيش، يعني انا هنا بخبز عيش شمسي، في ده بواقي العيش بحمصها. شايفين كده متحمصة، فعشان كده لما محمصاها كويس بتتكسر معايا بكل سهولة. اهو شايفين. انت طبعا هتعمليها بالعيش المتاح عندك، عيش بلدي عيش شامي، واللايك فضلا وليس امرا. كده بعد ما شلنا اللحمة من الطاسة اللي معانا نزلنا بمعلقة توم مفروم. وهنعمل فيها ايه دي؟ هنحمص فيها العيش اللي احنا كنا بنكسره كده مع بعض. وانتي طبعا هتحمصي العيش اللي موجود عندك. هنا نزلت عليها بمعلقتين كبار من الخل، نزلت على الثوم، وبعدين اللي هنزل عليه بالعيش اللي معايا كده واقلبه فيها كويس لحد ما ياخد من ريحة الخل والثوم. اهو زي ما احنا شايفين كده العيش كله اتشرب من الخل والثوم، ونزلت عليه بمعلقتين من الصلصة بتاعت الفتة. دي هتديله كمان تطعيمة وريحة وطراوة، وهتخلي طعم الفتة في منتهى الجمال. جربي الفتة بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبك. وهنا هنحضر طبق الفتة مع بعض. انا عاملة الطبق ده الاتنين بس يا جماعة اللي هياكله، مش كله عندي بياكل الفتة. حطينا العيش وفوقيه الرز، وبعد كده هننزل بالصلصة اللي معانا. يعني اللي ما بيعرفش يعمل الفتة هيعملها ان شاء الله وهيبقى استاذ فيها. عملنا الفتة في 4 خطوات اسهل من بعض.
لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير مع اصحابكم، واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله مع اكلة جديدة. سلام عليكم.